اليوم الآخر بجنته وناره وعد كله وعد جميل. شحال من واحد يجيه البالو كيفاش النار وعد جميل، نعوذ بالله منها. الجنة واخا نعم وعد جميل، لأن الله جميل لا يصدر عنه إلا الجميل. إن الله جميل ويحب الجمال في الصحيح. أرأيت الآن حينما تقهر وتظلم ويغتصب منك حقك ولا تجد قاضيا عدلا يرفع عنك مظلمتك، أو محاميا عدلا يدفع عنك بصدق أو إلى آخره، لا تجد. حينما لا تجد، إلى من تلتجئ؟ إلى رب النار، إلى رب النار ورب العذاب الغليظ، يجعل ناره سبحانه عذابا لخصمك وبردا وسلاما عليك الآن في الدنيا وفي الآخرة. لولا عذاب الله لما ارتاح الآن المقهورون والمظلومون والمستضعفون. احنا مطمئنين غير لأن كاين عذاب الله موجود فهو رحمة، وإلا هذه الجرائم الممتدة عبر التاريخ، ويموت المذنبون بذنوبهم ويموت المظلومون بمظلمتهم. هكا نيت التاريخ ديال البشرية، ظلم في ظلم في ظلم ولا من يقتص. لولا العقيدة لما ارتاح أحد في الأرض ولكانت الأرض كلها فتن، ما تلقاش فيها لحظة واحدة من لحظات التاريخ مستقرة مطمئنة. الإيمان عنده دور عجيب في استقرار الأنفس، وإذا استقرت الأنفس استقرت البشرية. راه ما كاينش شي واحد اللي مخلي الناس مطمئنين بالقوة أبدا. الناس مطمئنون بإيمانهم وبعقيدتهم بأن وعد الله حق وبأن القصاص سيأتي. وإلا ليكون كان عندي اليقين في انعدام الآخرة ما كان أمنش بالآخرة، لا قدر الله، والله ما نجلس بلاصتي ونمشي نشد حقي بيدي. وكذلك كل شخص، هذا الشيء موجود في اللاشعور الاجتماعي للمجتمع، ما كيتقالش ولكن إحساس كاين في الخلفية النفسية لدى الإنسان. الإيمان نعمة يجعلك تطمئن بقضاء الله وقدره وبوعده. إن وعد الله حق، الراحة المطلقة والسعادة العجيبة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك كانت النار نعمة، هي نقمة على أعداء الله ونعمة للمؤمنين المظلومين المقهورين المسلوبين، نعمة. أما الجنة فحدث ولا حرج، هذه النعمة بالقصد الأول. فالمؤمن إذن ينعم بالإيمان، ينعم بالإيمان ممتدا، يعني ديك النعمة ممتدة من الله إلى وعده. إنا لله وإنا إليه راجعون. لهذا قيلت في سياق المصيبة: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وخصو يبرد على قلبه مصيبة، باش كيبرد بهذه العقيدة. هو يعرف الله، إنا لله أي نحن من الله وإليه سبحانه نعود. هو ربنا الجميل الجليل ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرب العظيم ذو السعة، وإليه راجعون، إلى وعده وخيره وفضله الحق الذي لا يخلف. هذه الجملة هذه إن لله وإن إليه راجعون هي العلاج، البلسم الشافي القاطع لكل شك ولكل ريب إذا أدرك المؤمن حقيقتها وقالها، فذلك خير دواء وبلسم قاطع للداء. لو قاله المؤمن حين يقوله متدبرا، يعيش معها شوية، يحاول يشعر بها ولا ينطقها لفظة جافة فارغة من إحساسه بها. من اللي يخرج الكلمة هو لا يشعر بها لا يكون لها أثر، لأنها لا تنطق عن حقيقتها، وإنما النطق بها عن حقيقتها النطق بها إيمانا ووجدانا وإحسانا، حينئذ تؤتي ثمارها بإذن ربها. وإذا ما لقيت ذلك في اللحظة الأولى قله في الثانية وقله في الثالثة حتى تجده، ولا تجدنه بإذن الله، لأن الله جعله فيها، يعني الدواء جعله فيها. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات في ديك الساعة من ربهم ورحمة، وصلاة الله على عباده سكينته ومغفرته ورحمته النازلة عليهم. ما نزلت أنت لم تقل طفي، قل تكن بإذن الله عز وجل. نعمة فعلا، الإيمان نعمة. كلما تأملته وتأملت قول الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وجدته أنه نعمة لا تضاهى، وهو نعمة أيضا
من حيث إن الله عز وجل حافظ لك دينك، حفظه ولم يوكل أحدا لذلك، بل جعله منوطا به عز وجل. إنا نحن نزلنا الذكر، هو عز وجل أنزل القرآن ونزله تنزيلا، وهو وحده دون سواه تكفل بحفظه. شيء عجيب. تخيلوا العكس، أرأيت لو أن الله لم يحفظ القرآن، ألم يكن ممكنا أن يقع لو أراد الله؟ طبعا، وهو لم يحفظ كتبه السابقة سبحانه. ابتلى بني إسرائيل من اليهود والنصارى بحفظها، قال لهم نزلتها لكم ولكن دبروا راكم مسؤولين عليها، فكانوا أسرع إلى تدميرها وتخريبها. ما تعدد شيء جيل واحد حتى جاء الجيل اللاحق لا يعرف منها شيئا، مشات ضيعها كهنة بني إسرائيل. التوراة والإنجيل بحال لحظة واحدة مشات. ولذلك جعل فيهم الأنبياء الكثيرين لتجديد الإنجيل ولتجديد التوراة. ثم جاء القرآن الكريم منزلا من عند الله ومحفوظا من عند الله، ورحم هذه الأمة بأن رفع عنها مهمة الحفظ. شحال واحد يقول لك لا المسلمين سيدي واجب عليهم يحفظوا القرآن ديالهم، لسنا مكلفين بذلك، بل ما بال الأمة تحفظ الكتاب وتطبعه وتستظهره، ماشي من أجل أن يحفظ الكتاب من الضياع، لا، من أجل أن تحفظ هي من الضياع، لأن الحفظ متجه بالقصد الأول إلى الكتاب. فإن أنت حفظت المحفوظ حفظت بحفظه، أنت اللي كتستفد ماشي الكتاب. القرآن محفوظ من عند رب العالمين. إن أنت دافعت عنه وجاهدت لإقامته في الأرض، الله يحفظه. لما؟ بنور حفظه للكتاب. الحفظ المتجه من الله إلى القرآن يصيبك منه فضل الخادم. أنت خادم للقرآن، إذن أنت خادم للمحفوظ. الخادم للمحفوظ محفوظ. ولذلك الأمة تحفظ لحفظها الكتاب، أما الكتاب ماشي سوقك، حفظ غير راسك. أن تحفظ نفسك لك طريق واحد، هو أن تسهم وتشارك في حفظ الكتاب حتى يحفظك الله عز وجل في نفسك وفي أسرتك، ويحفظ الأمة من حولك إن ساعدتها على ذلك. أما الحفظ الغيبي يعني بقاء الكتاب فهذا ماشي شغلنا، هذا موكول برب العالمين وكله بنفسه ولم يتركه لأحد من عباده، وإنما كل جيل يفعل من ذلك ما يحفظ به نفسه ويبرئ ذمته. لو أن جيل الصحابة ما حفظوا الكتاب أول ما قاموا بحفظه، لأن الحفظ ما يمشيش للبال الحفاظة زعما الاستظهار، هذا واحد على 100 أو على 1000 ديال المعاني ديال الحفظ. فتطبيق الحلال والحرام حفظ. احفظ الله يحفظك، ماشي تحفظه يعني تعرضه، ما يمكن. وإنما حفظ الله أن تحفظ حدوده تحليلا وتحريما، إيجابا وندبا، كراهة وإباحة، وهكذا. التزام حدود الله عز وجل، هذا الحفظ. يجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ ماشي حفظ بزاف، وإنما حفيظ أمين، ما كيضيعش، لا يخون، ما ياخذش الرشوة، ما يعطيش الرشوة، حفيظ. فحفظ الكتاب هو هذا. إذا حفظت الأمة الكتاب أي أقامت حدوده فيها، حفظها الله بحفظه عز وجل الكتاب. وحفظ الله للكتاب هو حفظ غيب، ما يضيعش منه حرف، ما يتزادش فيه حرف، هذا ماشي شغلنا احنا، هذا الله أخذه على نفسه، ولكن كلفك أنت بنوع آخر من الحفظ، أن تحفظ نفسك بحفظ حدود الله وكتابه، منطوقه ومفهومه. فكانت نعمته علينا أن رفع عنا حفظ الكتاب، هذه المهمة درها هو سبحانه وتعالى، خفف عنا. وابتلى بني إسرائيل بحفظ كتابها، هو نزل منك ليه، قابلوه مشالك دبر راسك، احنا ما قالنا هكا، هو نزل وتهنى طمأن، راني حاضيه، ما غاديش يتلف منه حرف، ولكن انت رد بالك غادي نحاسبك عليه اش درت به. فكانت المهمة على النصف من مهمة بني إسرائيل، وكان الأجر على الضعف من بني إسرائيل. نعمة ما أوتيتها أمة من الأمم قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا هدوك ولا هدوك. ثم بعد ذلك وأخيرا أنعم الله عز وجل على الأمة بالوعد، النصر. إن تنصروا الله ينصركم.
كلما قمت وحملت أمانة رسالة القرآن تعمل بها وتدعو إليها كان الله لك نصيرا ولعدوك خصيما يوم القيامة. عجيب أمر عبد الله وكيله ومحاميه، وأما خصمه فالله خصيمه وعدوه. يكون إذن منصورا غالبا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. كن عبدا لله يكون سلطان الله كله لك. عجيب. هذه أيضا نعمة لا تقدر بثمن. اطمئنان الإيمان ويسر العمل وحفظ الدين، وإنما يسر العمل من حفظ الدين، ثم بعد ذلك عزة الإيمان. وقد ابتليت بنو إسرائيل قبل ذلك بالذلة، ولو أعز المسلمون اليوم دينهم لأعزهم الله. ويا للعمى فعلا حينما تكون حقائق القرآن واضحة ساطعة قاطعة، فيعمى العمون مع الأسف من المسلمين ويبتغون العزة عند غيره. يا بأسهم إذن ويا ذلهم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.